أهلا بيكم، يا رب تكونوا بألف خير. هقول لكم النهاردة على عجينة تعملوا بيها خلية النحل، طرية وهشة وقطنية بطريقة مش طبيعية. كمان هنعملها بحشوة اقتصادية طعمها رهيب. هنعمل معاها كمان صوص سهل جدا وبسيط وطعمه رائع. عايزة أقول لكم إن العجينة دي من العجائن الغنية الناجحة جدا، مليون في المية من أول مرة. أي حد يقدر يعملها وتطلع معاه بالجمال ده، هشة جدا وقطنية وطرية بجد بطريقة لا تتخيلوها. ومتأكدة لو جربتوها مش هتقدروا أبدا تبطلوا تعملوها بنفس الطريقة، لأنها فعلا إدمان. يلا نشوف الطريقة والمقادير، بس ما تنسوش لايك كتير وشير واشتراك في القناة اللي لسه جديدة على القناة. ويلا على طول نبتدي. في طبق عميق هضيف كوباية من الحليب الدافي وزنها 240 جرام. هضيف عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وزنها 10 جرام. 4 معالق كبار من السكر ووزنهم كان 60 جرام. هنقلب بقى كويس قوي الخميرة مع السكر والحليب لغاية ما الخميرة والسكر يدوبوا تماما، ولازم طبعا نكون متأكدين من نوع الخميرة قبل ما نستخدمها. هضيف بقى دلوقتي نص كوباية من الزبادي أو الروب طبعا بحرارة المطبخ، وهضيف بيضة كاملة وبياض بيضة، والصفار الباقي هشيله في التلاجة، وطبعا لازم نغطيه كويس وهنستخدمه في الآخر علشان ندهن بيه وش الخلية بتاعة النحل. هضيف كمان ربع كوباية من الزبدة المذابة، ممكن تستخدموا خليط من الزبدة على زيت لو حابين. هضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونقلب بقى كل المقادير دي مع بعض كويس قوي لغاية ما يندمجوا مع بعض كويس. ودلوقتي بقى هنبتدي نضيف الدقيق. دول 5 كوبايات من الدقيق وزنهم كان 625 جرام. طبعا لازم هنضيف الدقيق بالتدريج، سواء تستخدموا دقيق جميع الأغراض أو دقيق المخبوزات. ضفت كمان معلقة صغيرة مش مليانة من الملح، كان وزنها 4 جرام. ودلوقتي هنبتدي نعجن أو نقلب العجينة أو نقلب كل المكونات كده مع بعض علشان كل الدقيق يتشرب المواد السائلة. لو متوفر عندكم دقيق المخبوزات استخدموه، هيديكوا أفضل نتيجة. لكن لو مش متوفر هنستخدم دقيق جميع الأغراض، لكن لازم تكونوا مجربينه قبل كده في المخبوزات وعارفين ان هو بيديكوا نتيجة كويسة. وطبعا سواء تستخدموا اي نوع من انواع الدقيق لازم طبعا نضيف بالتدريج. انا هنا استخدمت الخمس كوبايات كلهم، كانوا 625 جرام زي ما قلت لكم، وده كان دقيق جميع الاغراض. طبعا مجرباه من قبل كده في المخبوزات وعارفه ان نتيجته كويسه. هنعجن بقى العجينه بتاعتنا حوالي كده 10 دقايق كويس جدا لغايه ما تلاقوا العجينه بقت ناعمه معاكم بالشكل ده. العجينه دي حلوه جدا، من افضل العجائن اللي ممكن فعلا تجربوها وتقدروا تعملوا بيها اي نوع من انواع الفطاير، بتبقى طريه جدا جدا. قوام العجينة المظبوط بتكون العجينة بتلزق بسيط جدا في ايدينا زي ما انتوا شايفين كده. ما تخلوش العجينة تكون ناشفة او متماسكة قوي علشان ما تطلعش المخبوزات بتاعتكم ناشفة برضو. هناخد بقى البولة وهندهنها دهنة خفيفة خالص كده من الزيت، ونغلف العجينة كلها من فوق وتحت بالزيت. ودلوقتي هنغطيها بالبلاستيك وهنسيبها تختمر حوالي ساعة إلا ربع، يعني من ساعة إلا ربع لساعة، لأن الجو برد شوية. لكن لو بتعملوا العجينة دي في الحر كتير قوي هتاخد معاكم نص ساعة. وزي ما دايما بقول لكم ما نسيبش العجينة تخمر أكتر من اللازم. دلوقتي بقى نحضر الحشوة بتاعة السينابون الجميلة الاقتصادية جدا. هضيف كوباية من السكر وهضيف عليها معلقة كبيرة من العسل الأسود أو دبس القصب، وهنقلبهم كويس قوي مع بعض لغاية ما هتلاقوا كل الكتل دي اختفت واندمجت كويس قوي مع السكر. شايفين بقى بعد ما قلبناهم مع بعض ده يعني بيديكوا نفس طعم ونفس اللون بتاع السكر البني بالظبط. تقدروا تعملوا نفس الطريقة بتاعة السكر دي مع أي وصفة محتاجين فيها سكر بني، يعني بديل حلو جدا للسكر البني. ضفت بقى معلقتين كبار من القرفة الناعمة وقلبتهم، ودي كده الحشوة بتاعتنا، حشوة اقتصادية وحلوة جدا طعمها رائع. تعالوا بقى نشوف العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت. سبتها حوالي كده ساعة لغاية ما تضاعفت في الحجم. مش عايزين نسيبها اكتر من كده علشان متهبطش معانا وتتقطع معانا واحنا بنشكلها. هنبتدي بقى ننزل التخمير بتاع العجينة ونبتدي نقطعها ونحشيها بالحشوة الجميلة اللي احنا حضرناها. شايفين العجينة دي حلوة جدا طعمها رائع، وتقدروا تعملوا منها اي نوع من انواع المخبوزات، بجد تحفة جدا وقطنية جدا وهشة بطريقة رهيبة. هنبتدي بقى دلوقتي نقطع العجينة بتاعتنا لكرات صغيرة، يعني ممكن تصغروا الكرات قد ما تقدروا او الحجم برضو اللي انتوا حابينه، لكن الافضل ان انتوا تعملوا حجمها صغير، يعني حجم الواحدة تقريبا قد حبة الليمون الصغيرة. بناخد بقى قطعة صغيرة من العجينة ونبتدي نفردها ونحاول نخلي الاطراف يكون سمكها اقل شوية من الجزء اللي في النص. بناخد جزء صغير من الحشوة ونبتدي نقفل العجينة بالطريقة دي، واهم حاجة ان احنا نقفل كويس قوي على الحشوة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي.
بنبتدي نلم العجينة ونقفلها كويس، وبعد كده نبتدي نعملها على شكل الكورة. بنكون محضرين صينية ودهنينها دهنة خفيفة كده من الزبدة أو الزيت لو حابين، مفيش مشكلة، لكن أنا بفضل الزبدة، بتخليها ما تلزقش خالص أو بتخلي العجينة ما تلزقش خالص في الصينية. ونسيب بين الكرات مسافات صغيرة مش كبيرة علشان طبعا لما تختمر وتتضاعف في الحجم وتتخبز كمان تديكوا شكل خلية النحل. وكمية العجينة دي عملت معايا صينيتين، واحدة مقاس 30 والتانية كانت مقاس 24. خلصت أول صينية وهبتدي بقى أغطيها بالبلاستيك واسيبها تختمر حوالي نص ساعة. يعني أنا مش هسيبها تختمر كتير، يعني نص ساعة بالكتير قوي علشان الجو برد. طبعا لو الجو حر طبعا هتبقى مدة التخمير أقل من كده بكتير، حوالي بس ربع ساعة. يعني بمجرد ما بلاقي المسافات ما بقتش موجودة بين الكرات وابتدت الكرات تلزق في بعضها بالطريقة دي، ده بيكون شكلها. شفتوا كمان الصينية التانية برضو غطيتها بالبلاستيك. ودلوقتي بعد ما العجينة اختمرت هبتدي بقى أدهنها بصفار البيضة اللي احنا سبناه، ضفت عليه معلقة كبيرة من الحليب وشوية صغيرين من الفانيليا. طبعا بندهن كل وش الكرات بتاعة خلية النحل بالطريقة دي. وطبعا بنكون مسخنين الفرن كويس جدا وعلى درجة حرارة 190، بحطها على الرف الأوسط. وعلى بال ما خلية النحل تستوي هنبتدي نحضر صوص الجبنة اللي هنحطه عليها. هحتاج نص كوباية من الجبنة الكريمي بحرارة المطبخ، وطبعا دي الجبنة الكريمي اللي احنا حضرناها مع بعض في فيديو من قبل كده. عايزة اقول لكم ان طريقتها سهلة جدا وطعمها حلو قوي، وكمان هتوفر عليكم كتير عن لو اشتريتوها من بره. هسيب لكم لينك فيديو الجبنة تحت الفيديو في صندوق الوصف. ضفت النص كوباية وضفت عليها معلقة ونص كبار من السكر البودر، شوية صغيرين من الفانيليا، ومعلقتين كبار من الحليب البودر، ودول اختياري ممكن تستغنوا عنهم، وربع كوباية من الحليب بحرارة المطبخ. هبتدي أضيف منه بالتدريج شوية بشوية وأقلب علشان أوصل للقوام اللي انتوا عايزينه. أنا حابة قوام الصوص يكون خفيف شوية علشان أعرف أصبه على خلية النحل لما تطلع من الفرن، ما يبقاش تقيل طبعا، بس على حسب رغبتكم زي ما انتوا عايزين. واختلاف كمية الحليب هتفرق معاكم بس في نوع الجبنة، يعني ممكن نوع جبنة يحتاج كمية أكتر من الحليب أو كمية أقل. يعني بتقلبوا كده وبتشوفوا، كمان بتدوقوا السكر حسب برضو الرغبة. بعد ما خلية النحل بتستوي بنطلعها بقى من الفرن. بتاخد في الفرن حوالي من ربع ساعة لغاية بالكتير قوي 20 دقيقة. ناخد بالنا منها كويس علشان بتاخد لون بسرعة، ولو لقيتوا انها اخدت لون بسرعة اول ما دخلتوها يبقى الفرن كده حامي، محتاجين تهدوا الحرارة شوية علشان تستوي معاكم. بعد ما طلعتها من الفرن بسيبها بس حوالي 10 دقايق، بتلاقوها طرية جدا زي ما انتوا شايفين كده. على طول بنحط عليها صوص الجبنة وبنقدمها وهي سخنة. مش قادرة اقول لكم قد ايه هشة وقطنية، وبجد من اروع العجاين اللي ممكن تجربوها. ريحتها في البيت رهيبة، ريحة القرفة مع الفانيليا مع ريحة العجينة نفسها بجد تحفة، بالظبط اكنكم عاملين سينابون. شايفين قد ايه هشة جدا وقطنية بطريقة مش طبيعية، بجد طعمها روعة. متأكدة انكم لو جربتوا خلية النحل بالعجينة دي والطريقة دي بجد مش هتقدروا تبطلوها ابدا، لانها فعلا ادمان. بتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وتجربوا طريقتي لخلية النحل، وان شاء الله تعجبكم وتنبسطوا بيها. ما تنسوش تعملوا لايك كتير وشير واشتراك في القناة اللي لسه جداد على القناة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم جدا، باي باي.